الله الرحمن الرحيم. أنا محمد إبراهيم، موظف مؤسسة العباسية الثانوية وصاحب 200 فكرة ابتكار واختراع. أنا مسجل منهم إلا 3 في الشهر العقاري، وواحد في كبارات اختراع تبع أكاديمية البحث العلمي، ولم أكملها للأسف الشديد لقلة ذات اليد. أنا صاحب الفعلي والحقيقي لفكرة الصين تحل أزمة المرور أو أغلب اختراعات الصين، وهي السيارة الكبيرة التي أبهرت العالم. فكما في الرسم، فمنذ 2010 رحت إلى القنصلية الصينية بخطاب وفيه 3 أفكار، منهم هذه الفكرة، وبعثت خطاب إلى السفارة الصينية بالقاهرة، وبعد 10 شهور بالضبط وجدت فكرتي موجودة على النت تحت أغلب اختراعات الصين. فللأسف الشديد هذا حال المخترعين المصريين، عندما تنسد الطرق أمامهم يتجهون إلى القنصليات والسفارات الغربية فتم تغيير أفكارهم. وأنا صاحب بحث عن المياه فيه ما لا يقل عن 10 اختراعات جديدة للحصول على المياه العذبة، وفي مجملها تحل أزمة المياه للزراعة على مستوى العالم. والأهم من كل ما سبق ذكره، أنا عندي فكرة للحصول على الطاقة النظيفة الرخيصة التي تستطيع بها مصر أن تصدرها إلى العالم كله، وبالتالي ستدخل لمصر ما لا يقل عن 300 مليار دولار كل سنة. ده واحد. ثاني حاجة، حل 90% من مشاكل البيئة على مستوى العالم. ثالثا، سنستطيع بهذه الفكرة استخلاص الهيدروجين وتسهيله وتصديره لجميع دول العالم بديلا عن النفط ومشتقاته، وهذا الدخل أن يقل عن 400 أو 500 مليار دولار سنويا. وكذلك بفكرة الطاقة الكهربية الرخيصة سنستطيع الحصول على نترات من الهواء الجوي وتصديرها إلى العالم. فأنا للأسف الشديد راسلت كثير من المحطات التلفزيونية والقنوات الفضائية المصرية ولم يرد علي أحد، ولهذا التجأت إلى هذه الوسيلة أن أسجل هذا المقطع وأحاول أنشره على المواقع الإنترنت، لعل وعسى يسمعني أحد القنوات الفضائية أو أحد المسؤولين، لعلي أجد من يساعدني في هذا الأمر، وخاصة أن الأمر جد وليس بالهزل، وأن هذه الفكرة الطاقة الرخيصة النظيفة تستطيع بها مصر أن تحل بها مشاكلها كلها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.